اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واستعملنا في خدمة دينك ونصرة عبادك المستضعفين، نصرة تبرأ بها ذمتنا وتنفعهم بها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، اجعل هذا المكان تمكينا للإسلام والمسلمين، ووفق القائمين عليه لما تحب وترضى يا رب العالمين، ويسر له العون والدعم المادي والمعنوي من كل الجهات حتى يكون صرحا يبني الإصلاح والمصلحين بإذنك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشا فاسقهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، خائفون فأمن روعتهم، مستضعفون فانصرهم، مخذولون فكن معهم. اللهم سدد رميهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على من سواهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم واستعملنا في نصرتهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انتقم منهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اطمس على أموالهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين واستعملنا في ذلك يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.